الحمد لله الحمد لله الكريم المنان، جعل المؤمنين إخوة في الإيمان، فكانوا في شد بعضهم كالبنيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل إنسان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن التقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه إذ قال لهم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فاشرأبت الأعناق وحدقت الأبصار لترى من هو المبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فإذا به رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفه أحد. غابت شمس ذلك اليوم لتشرق مع صباح الغد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قولته البارحة: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. وإذا بالرجل ذاته. في اليوم الثالث يكرر النبي صلى الله عليه وسلم بشارته، فيطلع هو. فمن ذلك الرجل؟ ولماذا حظي بتلك البشارة من فم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ لماذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفوز والفلاح على مرأى ومسمع من أصحابه؟ ولماذا كان الأسلوب فريداً والعرض مشوقاً؟ ليس المهم من هو، ولكن الأهم لماذا بشر؟ ما عمله الذي بلغه تلكم المنزلة وأوصله ذلك الشرف؟ بينما هم يرقبون باب المسجد في شوق، طلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، يعني تسيل، قد علق نعليه بيده الشمال. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبع الرجل أحد الصحابة، بل من كبارهم، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال للرجل: إني لاحيت أبي، يعني نازعته وخاصمته، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. فقال الرجل: نعم أفعل. فكان عبد الله يحدث بعد ذلك أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل، يعني تقلب في فراشه ليلا، ذكر الله عز وجل إلى أن يؤذن الصبح. قال: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الليالي الثلاث وكنت أحتقر عمله، قلت: يا رجل، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجران، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرات: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل. فما الذي بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حقدا، ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله عز وجل. فقال عبد الله: تلك التي بلغت بك، تلك التي
بلغت بك. والحديث في مسند الإمام أحمد وعبد الرزاق، وهو صحيح على شرط الشيخين. هذه هي التي بلغت به تلكم المنزلة، فرفعت قدره وأعلت شأنه، فها هو يسير بين الناس، بل بين أفضل الناس، يشار إليه بالبنان عن هذا الموعود بالنعيم والرضوان. لم يكن طويل القيام والصلاة، قد يحتقر عمله ويستقل، ولكنه كان يحمل قلبا طاهرا طهارة الماء العذب، نقيا نقاء الثلج والبرد، مشرقا بنور الإخاء والمحبة، سليما من الحقد والغش والحسد. من سلم قلبه للمؤمنين طاب حديثه والحديث معه، وأنس به الجليس، تحبه النفوس، تشتاق إليه الأرواح والقلوب، طيب المعشر، لين متواضع عطوف كريم. إن تحدث لم يؤذي، وإن نزل بقوم نزل السرور بساحتهم، وإن ارتحل من غير أذى أو أذية، فكيف لا يحظى بهذه المنزلة ويفوز بتلك البشارة؟ كيف لا ينعم في الأولى بالراحة والسرور، وفي الأخرى بالجنة والخلود مع المقربين الشهود؟ والنداء الرباني لا زال يتردد في كل حين: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخرج الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فكم من مريض قلب يتقطع حسرة وألما لأن فلانا ربح في تجارته، وأن فلانا آخر نجح في دراسته، وآخر بورك له في ماله وفي أولاده. كم من الناس يعيش هما وغما وعناء وحرقة، يتقلب على فراشه والغيظ يعتصره، يأكل معه الحسد ويشرب، ينام معه الكره والبغض ويستيقظ، لأن فقيرا قد أصبح غنيا، أو مريضا قد شفي من مرضه، أو عقيما قد رزق بأولاد. قلوب مريضة إن أعطيت لم تشكر، إن أعطيت لم تشكر، وإن منعت لم تذكر، تنظر إلى الناس نظر الغضبان بمؤخر عينه، يؤلمها أن يترقى الناس في مراتب التوفيق والنجاح، يحزنها أن يسعدوا ويفرحوا ويملأوا حياتهم السرور، ويغشى دارهم الحبور. روى الإمام الترمذي والإمام البزار بسند حسن من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم، يعني الأمم السابقة. ما هو؟ دب إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء. هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذلكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم. ربما عجز الشيطان أن يجعل الرجل العاقل المسلم أن يسجد لصنم، أو أن يؤله شجرا أو حجرا، أو أن يتمسح بقبر أو ضريح، لكنه لن يعجز عن المباعدة بينه وبين ربه، وهو يحتال لذلك بإيقاد نار العداوة في القلوب، فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برؤيتها، وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم، وتلتهم فضائلهم. الحقد والعداوة والبغضاء هي المصدر الدفين لكل رذيلة رهب منها الإسلام، افتراء على الغير، وسوء ظن، وتتبع للعورات، لمز وهمز، تعيير بالعاهات والمناقص.
إن جمهور الحاقدين الحاسدين تغلي مراجل الحقد في أنفسهم، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما تمنوه لأنفسهم قد فاتهم وامتلأت به أكف أخرى، وهذه هي الطامة التي لا تدع لهم قرارا، وهم بذلك كله أضحوا خلفاء إبليس ووزرائه. أخرج الإمام الطبراني من حديث جابر رضي الله عنهما قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ترفع أعمال العبد كل العباد فيغفر الله لمن شاء، شرط أن لا يشرك بالله شيئا، أن يكون موحدا توحيدا خالصا لله عز وجل. أما أولئك المتخاصمين أصحاب القلوب التي أثرت فيها براكين الحقد والحسد، وإن كانوا أعبد الناس فلا يرفع لهم عمل ولا تمنح لهم مغفرة حتى تزال سخائم القلوب ودفائن البغض والعداء. تصور يوم يستسلم الإنسان لهواه وينقاد لألاعيب الشيطان وحزبه، فيهجر أخاه المسلم لوشاية ربما تكون كاذبة وصلته، أو خلاف من أجل تجارة أو مال أو غيرها من حطام الدنيا وشهواتها. تفكر، والأيام تتتابع، والأسابيع تتوالى، والشهور والأعوام، وأعمال العباد ترفع، والرب الكريم الرحيم يجود بالغفران والستر. أما هذا المتخاصم أو المخاصم ما زال يؤخر وينظر إلى متى؟ أنظر هذين حتى يصطلحا. فهل يصح هذا في قاموس العقلاء؟ هل يصح أن يحرم المرء نفسه من المغفرة والرضوان لأجل موقف ساذج أو عبارة تافهة؟ هل تفكرت في قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: يوم تشرع أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا؟ هل تعي معنى الغفران؟ إذا من الله عليك بالغفران تنزلت عليك في دنياك السكينة، تشعر معها براحة وسعادة لا يعلم مداها إلا من وهبها وأسداها. المغفرة نور في القلب والجوارح، إن يغفر الله لك بشراك بجنة عرضها السماوات والأرض، ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا رضي الله عنك لا يضرك وإن سخط عليك جميع الناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله،
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فسلامة القلب للمؤمنين عطية ربانية ومنحة إلهية يهبها من يشاء من عباده. وإن الأمة اليوم بحاجة ماسة إلى اتحاد الصف وجمع الكلمة ونبذ العداوات والشقاق. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. وإن الناظر اليوم لملل الكفر على اختلافها يجد فيها معاني التفاني في نصرة العقيدة والمبدأ. فمن غابر العصور الكفر يد واحدة على المسلمين، ينسون ما بينهم من العداوة والبغضاء، بل وينسون الحروب والأحقاد، فالكفر ملة واحدة. فعجبا، أليس الواجب أن تكون الأمة الإسلامية صفا واحدا في وجه الأعداء؟ فأين مبادئ الصدق والوفاء التي نتغنى بها ونحفظ عباراتها؟ أين ركائز الأخوة وعلاقات المحبة الدينية التي ما زلنا نرددها ونقرأها؟ فهي من واقع الحياة بعيدة. فهل تستكثر ابتسامة تقبل بها على أخيك المسلم، أو عبارة شجية تخاطبه بها، أم أن القضية أصبحت مصالح ومعارف فلا تسلم إلا على من عرفت، ولا تهش وتبش إلا في وجه من تنتظر منه نفعا أو مصلحة؟ فكيف تريد الأمة أن تستيقظ من سباتها وأفرادها لم ينتصروا على أنفسهم بعد، ولم يغلبوا هواهم ويقودوا عواطفهم ومشاعرهم في سبيل صراط الله المستقيم؟ إن الأمة ترجو منك أن تحب الخير للمسلمين، افرح لفرحهم واحزن لحزنهم، شاركهم الألم والأمل، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لتعلو محياك ابتسامة الرضا والمحبة، وليتقاطر لسانك عبارات الأخوة والصفاء، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا هنيئا مريئا تحيي به البلاد والعباد. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة والحاشية الناصحة يا رب العالمين. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.